انا عارف ان كل حاجه اسعارها غليت بشكل غير منطقي بما فيها الموبايلات، ولكن الصراحه انا مش فاهم ازاي سامسونج منزله الموبايل ده بالسعر ده. الموبايل ده فعلا قيمته الحقيقيه اعلى من السعر اللي سامسونج منزلاه بيه بكتير. فخلينا نفهم سامسونج عملت ده ليه وازاي. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعه للسامسونج الاي 15 اللي هو يعتبر واحد من اغرب الاجهزه اللي سامسونج نزلتها مؤخرا. ولكن قبل ما نخش في التفصيل، لو انت اول مره تشوفني فانا محمد الخياط، رجعت اكتر من 150 موبايل خلال اخر 8 سنين حتى من قبل ما اعمل القناه هنا. فاشترك على القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع الفيديوهات الجديده اول ما تنزل، وطبعا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده لانه بيساعد. وتقدر تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقي اللينكات كلها موجوده في وصف الفيديو. والشيء الاهم ما تنساش ان انت تتفاعل على الفيديو ده علشان التفاعل بتاع الفيديو هيخلينا نتبرع بمبالغ اكبر لصالح غزه. وهتلاقي فيديو موجود في الوصف شارح فيه الموضوع ده ازاي بنعمله. المهم خلينا نرجع للجالاكسي الاي 15 اللي بعتبره افضل موبايل موجود في الفئه السعريه بتاعته بدون منافسه اطلاقا. وقبل ما تسال وتقول هو مال الخياط متحمس قوي للموبايل ده ليه، هو الشركه دافعه له كتير ولا ايه، عاوز اقول لك الموبايل ده انا اللي مشتريه. استنوا كده اجيب لكم الفاتوره. الفاتوره بتاعت الموبايل يا جماعه، انا مشتري موبايل والله. الجالاكسي الاي 15 من سامسونج هو جهاز في الفئه الاقتصاديه، متوفر في السوق المصري بثلاث نسخ، احجامهم واسعارهم زي ما ظاهره قدامك على الشاشه. والنسخه اللي معايا هنا النسخه الوسطانيه اللي جايه ب 6 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 128. والحقيقه لما تبص على التصميم بتاع الموبايل هتحس ان شكله مش فارق عن باقي الاجهزه بتاعه سلسله الاي او حتى اجهزه تاني في فئات اعلى. فعلا التصميم بتاع سامسونج هنا متشابه. وحتى لما نزلت بوست على الصفحه على الفيسبوك قلت للناس ان انا معايا موبايل جديد من سامسونج بعمله مراجعه، في ناس افتكرت ان ده الاي 34 وناس تانية افتكرت ان ده الاي 54 وهو اصلا الاي 15. ففعلا اجهزه سامسونج تصميميا هي شبه بعض، ولكن انا من وجهه نظري شايف ان التصميم ده هادي وبسيط وفي نفس الوقت شيك. فبشكل عام التصميمات شبه بعض ولكن شكلها كويس. الجهاز مصنوع بشكل كامل من البلاستيك سواء الفريم او الظهر. الظهر بتاع الجهاز هتلاقيه لامع وانعكاس الاضاءه عليه بيدي الوان كده مختلفه على حسب الزاويه. وكمان هتلاقي شكل الكاميرات الشهير بتاع سامسونج اللي كل كاميرا ليها فريم لوحده. فاجمالا تصميم ظهر الموبايل هنا شيك وبسيط ما فيهوش تفاصيل كتير. لو بصيت على فريم الجهاز بقى هتلاقي ان في المنافذ المعتاده زي مثلا منفذ السماعه 3.5 مللي وكمان منفذ السماعه السبيكر اللي موجوده في الجهاز. والصوت هنا يعتبر احسن بكتير من اجهزه الفئه السعريه اللي موجوده معاه. الصوت هنا عالي وواضح ونقي، وفي بيز عاده بنشوفه في فئات سعريه اعلى من الفئه السعريه اللي نازل فيها الموبايل ده. فصوت السماعه هنا الصراحه كويس جدا. لما تيجي بقى تلف الموبايل عشان تبص على الشاشه، فخليني اقول لك ان انت هنا قدام افضل شاشه موبايل موجوده في الفئه السعريه دي. الشاشه 6.5 بوصه جايه من نوع سوبر ايموليد وكمان بريفريش ريت 90 هرتز. ولكن اللي حلو فعلا في الشاشه دي هو ان الدقه بتاعتها فول اتش دي بلس مش اتش دي بلس زي باقي الاجهزه اللي موجوده في نفس الفئه السعريه. فدي نقطه تحسب لصالح الجهاز. اي نعم الشاشه هتلاقي الحواف بتاعتها كبيره شويه وخصوصا الحافه اللي تحت، ولكن خليني اقول لك ان ده المعتاد بتاع الفئه السعريه دي. ولكن اجمالا تجربه الشاشه في مشاهده المحتوى وحتى الاستخدام المعتاد بتاع الموبايل، تجربه الشاشه هنا محترمه جدا. وحتى لما تطلع في مكان فيه اضاءه قويه فسطوع الشاشه هنا بيوصل معاك لحد 800 نت او شمعه، وده برده رقم مش معتاد في الفئه السعريه دي. فاجمالا الشاشه هنا فعلا نقطه من نقط تميز الموبايل ده. نخش بقى على المواصفات وهي تعتبر تاني اهم حاجه بتميز الجهاز ده. الجهاز ده جايبه معالج ميديا تك هيليو جي 99 مع 6 جيجا بايت رام، وطبعا في نسخه 4 وفي نسخه 8، وبيجي مع ذاكره داخليه 128 جيجا واللي جايه من نوع يو اف اس، وده برده مش معتاد في الفئه السعريه دي. عاده الفئه السعريه دي بتبقى الذاكره الداخليه اللي فيها اي ام ام سي 5.1 ودي ابطا من اليو اف اس بكتير. فاجمالا المواصفات هنا كويسه جدا. عاوز اقول لك حتى ان المعالج اللي موجود في الموبايل ده الجي 99 سامسونج منزلاه في موبايل فئه سعريه اعلى وهو الاي 24. فالموبايل ده فيه خلطه مواصفات كده اهو فعلا مميزاه عن باقي الاجهزه سواء من سامسونج او حتى من الشركات التانيه. الجهاز اداؤه في الاستخدام اليومي كان كويس جدا، سرعه فتح التطبيقات والتبديل ما بينها كويس جدا وافضل من الاجهزه المعتاده في الفئه السعريه دي. ولكن نصيحه، الجهاز ده نزل له ابديت غير اداؤه بشكل كبير. قبل الابديت كان الجهاز اداؤه بيقطع والانيميشنز بتاعته مش حلوه، ولكن بعد الابديت الموضوع ده اتحسن بكتير. فلو انت هتجيب الجهاز تاكد ان انت تنزل له اخر ابديت. اما في الالعاب فالجهاز شغال ببجي اتش دي على هاي واللعبه كانت سلسه جدا، تحس ان ده مش اداء جهاز في الفئه السعريه القليله دي. وللعلم الجهاز كان بيشغل اللعبه بجرافيكس اقل من كده، بس اخر ابديت ظبط الدنيا شويه. اما كول اوف ديوتي فاشتغلت على ميديوم جرافيكس وعلى هاي فريم ريت، وتجربه اللعبه كانت افضل فعلا من باقي اجهزه الفئه السعريه.
السعريه دي. بشكل عام اداء الجهاز ده يعتبر افضل من اجهزه كتير موجوده معاه في نفس الفئه السعريه، وده هياخدنا لسؤال مهم تاني وهو البطاريه. هل الاداء القوي ده مأثر على تجربه البطاريه ولا لا؟ خليني اقول لك، البطاريه الموجوده في الموبايل هنا جايه بحجم 5000 ملي امبير، وهتقعد معاك لحدود ال8 ساعات من وقت عمل الشاشه بشكل مرتاح جدا، ولو انت بتغمق الشاشه هتوصل معاك لحدود ال10 ساعات لو انت استخدامك خفيف الى متوسط. فالبطاريه هنا ممتازه، وللاسف وكعاده سامسونج الموبايل ده مش بيجي معاه شاحن في العلبه، يا دوبك بيجي معاه بس وسط اليو اس بي، لكن معهوش شاحن. ولكن برضو الجهاز ده بيدعم شحن سريع لحد 25 واط، وده هيشحن لك الجهاز بشكل كامل في حدود تقريبا الساعه ونص. ولكن فعلا الحته اللي بتميز الجهاز ده عن اجهزه كتير في نفس الفئه السعريه بتاعته هو الواجهه بتاعت الجهاز، لان الجهاز هنا جاي بالوان يو اي الاصدار السادس، وتقريبا جايب نسخه كامله من الواجهه دي. والغريب ان اداء الواجهه مش تقيل على مواصفات زي مواصفات الجهاز ده، الواجهه هنا سلسه جدا. وكمان الواجهه هتلاقي فيها مميزات كتير زي ميزه السبليت سكرين، وميزه الفلوتنج ويندو، وميزه الايدج بانل اللي تبقى من على الجنب كده اهو تبدا تغير فيها، وميزه الكالر باليت اللي تقدر من خلالها بتغير في الثيم العام والايقونات بتاعه الموبايل. طبعا ده غير ميزه مهمه جدا وهي ميزه تسجيل المكالمات موجوده في الجهاز هنا، لان برنامج الاتصال اللي موجود في الجهاز هنا هو الخاص بسامسونج مش بجوجل، فبالتالي بتقدر تسجل من عليه مكالمات من غير ما يتم اعلام الطرف الاخر. انا عارف ان دي نقطه بتهم ناس كتير فحبيت اقول عليها في الفيديو ده. وعلى ذكر سيره المكالمات، فالجهاز هنا بيقدر ياخد خطين وبيشغلهم 4G في نفس الوقت، ولكن منفذ الشرايح اللي فيه هايبرد، فبتقدر تحط خطين او خط وكارت ميموري. صوت سماعه المكالمات كان عالي جدا وواضح، وكمان المميز في الجهاز ده ان فيه مايك تاني لعزل الضوضاء، ده عاده مش موجود في الاجهزه اللي في الفئه السعريه دي. ولكن الصراحه اللي يعيب الجهاز هنا في حته المكالمات دي هو ان الجهاز ما فيهوش مستشعر تقارب حقيقي. مستشعر التقارب اللي موجود هنا فيرتشوال او افتراضي بيتم عمله بالسوفت وير، فبالتالي اداؤه مش دقيق زي المستشعر الحقيقي لما بيكون في الموبايل، فدي نقطه ما تحسبش لصالح الموبايل قوي. ولكن على اي حال قوه التقاط الموبايل للشبكات كانت كويسه جدا، مش افضل حاجه ولكن كانت كويسه بشكل كافي، وقوه التقاط الموبايل لاشاره الواي فاي كانت كويسه جدا وما واجهتش فيها اي مشاكل. نخش بقى على حاجه تعتبر برضو من افضل الحاجات اللي موجوده في الموبايل ده، الا وهي الكاميرات اللي موجوده فيه. الجهاز ده بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، في كاميرا منهم 2 ميجا بكسل الماكرو مالناش دعوه بيها، خلينا في الكاميرتين التانيين وهما الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد. الكاميرا الاساسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8. الصبح الكاميرا هتطلع صور كويسه جدا في الديناميك رينج، والتفاصيل حلوه ومعالجه الالوان كويسه بشكل كبير، ولكن احيانا هتحس ان الصور الوايت بالانس بتاعها مش مظبوط وانها مديه لون ازرق على بسيط كده اهو. ولكن الحقيقه وضع البورتريه في الجهاز هنا ممتاز جدا على جهاز في الفئه السعريه دي. بالليل بيبان على الكاميرا انها بتاعت جهاز فئه سعريه اقتصاديه الصراحه، فالصور هتلاقيها كويسه في التفاصيل والالوان، ولكن برضو ممكن تتهز شويه لو ايدك اتحركت. ومع الوضع الليلي الصور بتكون افتح ولكن بتلاحظ ان النويز بقت اكتر، وده غريب شويه في الجهاز ده. اما الكاميرا الالترا وايد فجايه دقه 5 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.2، ومش عاوزك تتوقع منها كتير. اجمالا الصور يا دوبك مقبوله كديناميك رينج، ولكن التفاصيل ناعمه، وبالليل الدنيا بتكون اصعب شويه، ولكن اجمالا كويس ان اصلا في موبايل في الفئه السعريه دي نازل فيه كاميرا الترا وايد اساسا. كل الاجهزه اللي من نفس الفئه السعريه دي عاده بطل ينزل فيها كاميرا وايد من الاساس، فكويس اصلا ان احنا نشوفها في موبايل في الفئه السعريه دي. اما بخصوص تصوير الفيديو على الموبايل فخلينا نشوف مع بعض. دي كده تجربه سريعه لتصوير الفيديو على السامسونج الاي 15. الكاميرا ما فيهاش تثبيت، وطبعا الكاميرا بتصور 1080 على 30 فريم في الثانيه. الجميل كمان في الموبايل ده انه بيصور كاميرا الترا وايد، الموبايل فيه كاميرا الترا وايد وده مش موجود في الفئه السعريه دي. لو جربنا تصوير الفيديو بالليل فالديناميك رينج الصراحه مفاجئ شويه، السما بالرغم انها غامقه النويز قليله. هنجرب تصوير الكاميرا الالترا وايد، فالى حد ما انا بمشي بس الاهتزاز مش باين قوي، يعني باين الى حد ما بس مش قوي. فدي كده تجربه سريعه للكاميرا بالليل. نروح هنجرب تصوير الفيديو على الكاميرا سيلفي في 1080 برضه 30 فريم في الثانيه، وصراحه الديناميك رينج حلو، يعني انا حاسس ان دي كاميرا بتاعت موبايل في فئه سعريه اعلى. فبرضه انا متفاجئ، مفيش نويز في السما غير قليل قوي لا تكاد تذكر. فدي كده تجربه سريعه لتصوير الكاميرا السيلفي عامله ازاي. الجهاز ده بيقدم حاجات حرفيا مش موجوده في المنافسين بتوعه اللي موجودين في نفس الفئه السعريه. على سبيل المثال الشاشه السوبر ايموليد اللي بدقه فول اتش دي بلس، وعلى سبيل المثال برضو المعالج الجي 99 اللي موجود في اجهزه في فئات سعريه اعلى، وكمان اداء الكاميرات اللي يعتبر مميز مع وجود كاميرا الترا وايد عاده برضو مش بتكون موجوده في الاجهزه اللي في نفس الفئه السعريه. ولكن برضو ده ما ينفيش ان الجهاز ده مازال فيه عيوب. على سبيل المثال ما فيهوش مستشعر تقارب حقيقي، ده عيب الصراحه رخم. وعلى سبيل المثال برضو ان الجهاز درج الشرايح اللي فيه ما بيقبلش خطين وكارت ميموري في نفس الوقت،
لازم تضحي بخط عشان تحط كارت ميموري. ولكن بالرغم من العيوب دي انا شايف ان الجهاز اجمالا المواصفات اللي بيقدمها والتجربه بتاعته في محيط الاجهزه اللي موجوده معاه في نفس الفئه السعريه، برضو الجهاز ما زال يعتبر جهاز مميز وسطهم. وعايز اقول لكم ان في نفس الفتره اللي انا بستخدم فيها الجهاز ده انا استخدمت جهازين تانيين، وهما الريدمي ال 13 سي من شاومي، وكمان البوكو السي 65. وصراحه لما جيت قارنت الاجهزه دي ببعض في بعض الحاجات كده وانا بستخدمهم، المقارنه كانت مضحكه جدا. فلو المقارنه دي فعلا محتاجينها قولوا لي علشان ابدا اشتغل عليها وانزلها في اقرب وقت. بس كده دي كانت كل حاجه عن الجالاكسي الاي 15. اعمل لايك وكومنت وشير سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات. كان معاكم حمد الخياط، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.